أهلا أهلا، كيفكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مسلم، معلمة رياض أطفال، بقدم التعليم الرسمي للأطفال والأمهات بأسلوب بسيط وممتع وسهل. النهاردة هنتعلم نرسم مع بعض القطة من كلمة كات، والسلسلة دي أنا بحبها جدا. تابعوني علشان تشوفوا الرسومات الجاية من السلسلة دي خطوة بخطوة للكتاكيت. أول حاجة هنكتب كلمة كات، بس ركزوا معايا فيها. هنعمل أول حاجة حرف السي بس مايل شوية لفوق، وفي النص هنا هنعمل حرف الاي سمول عادي بس يكون اصغر من السي، وتكون ايده مايلة شوية من تحت لبره. بعدين هنعمل حرف التي سمول بالطريقة العادية بس اطول من السي شوية. هنيجي هنا ونعمل دبل للخط ده بس مقوس شوية ونقفلهم ببعض من الاطراف، ونفس الكلام حرف السي هندبل الخط بالشكل ده ونوصله لحرف الاي، ومن فوق نربطهم ببعض بالشكل ده علشان نكون الذيل. هنيجي في المكان ده ونمشي بكيرف من بره داخل لجوه بالشكل ده وننزل، وبعدين نعمل صوابع بالشكل ده 3 أقواس صغيرة ونربطهم قبل نهاية الخط بشوية اللي كنا عاملينه في الأول. بعدين من الخط هنعمل 3 أقواس تانية للرجل التانية ونربطهم بخط حرف ال A. بعدين اجي من فوق هنا واعمل خط مايل اربطه بالخط اللي عملته في حرف التي، ومن تحت هنا هعمل زي طبق كده بسيط صغير وارسم 3 اقواس صغيرة من قدام علشان اكون الرجل، واربط الباقي من حرف السي بالرجل اللي عملتها. بعدين هطلع فوق هنا وهبدأ اكون الراس بالطريقة دي. هعمل قوس من الشمال كده وقوس من اليمين، وارسم بعدين خط من النص متناسق مع القوسين علشان اعرف ارسم الودن مظبوط ومتساوية. هرسم هنا الودن بالطريقة دي، وفي النص هرسم العيون. هعمل خطين كده ومن تحت اكمل بكيرف واقفل بالخط بالطريقة دي، واعمل الرموش. وفي النص هعمل دايرة صغيرة وانزل بخط صغير واطلع بقوس من هنا وقوس من هنا كده علشان نكون الانف والبق، وامسح الخط اللي زايد تحت. وجوه هنا هعمل بقبقة العين، والودن هعمل مثلث جوه كل ودن. بعدين هعمل خط في النص هنا ودويرة صغيرة هنا وخطوط بالشكل ده علشان نكون شكل في الرقبة عند القطة. وهنا هنعمل أشكال بيضاوية صغيرة وزيها كمان في الديل وفي الظهر. يا رب يكون الفيديو عجبكم والرسمة حبيتوها. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد وسهل في عالم التعليم والرسم للأطفال. قطة حلوة وصغيرة تتمشى قدام البيت، قلت لها فوتي عنا قالت لي طبعا يا ريت. قطة حلوة وصغيرة تتمشى قدام البيت، قلت لها فوتي عنا قالت لي طبعا يا ريت. هالقطة كتير جوعانة ولازم نرفق بالحيوان، صارت هلأ شبعانة وراح يرضى عنا